سالم ما ذاق الدلال، من صغره يكد ويخدم أمه وأخته اليتيمة، وبعدما ضاقت بهم الحياة قال لأمه: باغترب يا أمي، ما عاد أقدر أشوفكم بهذه الحال. سافر إلى السعودية واشتغل في ورشة سيارات، عرق وتعب، وكل ريال يرجعه لأهله. يحلم ببيت صغير وبأم متعافية من مرض القلب وبمستقبل آمن لأختي. تمر السنين وكل ما يتصل أمه تقول له بصوتها المرهق: متى بترجع لي يا بني؟ قلبي يتعب من طول الغياب. وكان يرد بحنين: قريب يا أمي، قريب. لكن الحرب تغير كل شيء، المنافذ انسدت والطرق صارت نار. ومع هذا سالم قال: برجع، لو مشيت على رملي برجلي، بس أشوف أمي. ما قدر يدخل من منفذ رسمي، فاتجه لطريق صحراء الجوف. ركب بسيارة مهربين، شنطة صغيرة على حضنه وقلبه ممتلئ شوق وخوف. وفي وسط التيه السيارة غرزت في الرمل، معه ناس وامرأة حامل وطفل يبكي، والخوف يعم المكان. سالم ما قدر يسكت، قال: لازم نتحرك، ما ننتظر الموت. راح يدور على شبكة أو سيارة ثانية، لمح من بعيد سيارة مغرزة، راح لهم. لقى شابين تايهين من أمس، تعاونوا بالحبال والخشب، فكوا السيارة. وبعد يومين من التيه وصل سالم لأطراف عمران، وهناك صادفه أحد أهل منطقته وساعده حتى وصل لقريته. دخل سالم وقلبه يدق من الشوق، يتخيل أمه تنتظره مثل الأيام الأولى. لكن لما دخل ما سمع زغرودة ولا شم ريحة بخور ولا شاف أحد عند الباب. سأل بصوت مكسور: وين أمي؟ ردوا عليه والدموع في عيونهم وقالوا له: عظم الله أجرك، أمك توفت، كانت تعاني من القلب، ولما انقطع التواصل معك خافت، وخوفها زاد عليها وتوقف قلبها. سالم وقف، ما قدر يتكلم، جلس عند عتبة البيت ودمعته تنزل بصمت. مد يده ولمس جدار البيت اللي بناه بعرقه، وقال بصوت مبحوح: رجعت، بس بعد فوات الأوان.